لما ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوجة رسول الله وأحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه النبي بعام الحزن. وهذا وإن دل فإنما يدل على مكانة زوجة في قلب زوجها. الزوجة والزوج الوحيدان الذين أحل الله عز وجل لهما أن يفيض بعضهما إلى البعض. الزوجة هي السكن، والزوجة هي الحنان. فموت الزوجة الصالحة المطيعة التقية لزوجها تعد من المصائب، والمصيبة دائما واقعة. رضيت أم لم ترضى فقضاء الله عز وجل نافذ. فإذا رضى الإنسان بمصيبته وبما ابتلاه ربي عز وجل فله الأجر والثواب، وإذ لم يرضى الإنسان بقضاء الله عز وجل صارت المصيبة مصيبتان: مصيبة على فقد المصاب ومصيبة على فقد الثواب. لذلك دائما علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مصاباه، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا رب العالمين. أسأل ربي عز وجل أن يلهم زوجها الحبيب، وأن يلهم أبنائها الصبر والسلوان، وأن تجعل يا ربي هذه الليلة هي أسعد لياليها. اللهم شفع فيها القرآن، وشفع فيها الصيام، وشفع فيها خير الأنام. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم إنا نشهدك ونشهد رسول وحملة عرشك أن الأخت الكريمة عاشت بين الناس وعاشت في هذه الحياة، فكانت نعم النساء أدبا، وكانت نعم الزوجة طاعة لزوجها، وكانت نعم الأم مع أبنائها، وكانت نعم الجارة مع جيرانها. الجميع شهد لها بالصلاح، والجميع شهد لها بالطاعة، والجميع شهد لها بحسن الخلق. فاللهم إن هذه شهادة تعد عندك من عبادك الصالحين، فاجعل هذه الشهادة في ميزان حسناتها يا رب العالمين. اللهم اجعلها في هذه الليلة القرآنية على حوض حبيبك ومصطفاك، واجعل يا ربي بركات القرآن الذي يتلى في هذا اللقاء القرآني وبركات هذه الأيام الطيبة، ونحن نعيش مع حضراتكم هجرة رسول الله، أن تجعله في ميزان حسناتها، وأن تلهم زوجها وأبنائها الكرام الصبر والسلوان يا رب العالمين. فإن أشد ما ينزل على الإنسان هو البلاء، وإن من أكرم الكرم من رب العباد على عباده الزوجة الصالحة، عملا بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
فحسنت الدنيا الزوجة الصالحة. ومن الرزق الذي يمن به ربي عز وجل على عباده الزوجة الصالحة. فالزوجة رزق من الله، كما ان المال رزق من الله، كما ان الصحة رزق من الله، كما ان الابناء الصالحين رزقا من الله. فاللهم ارزقنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان، مواصلة في هذه الليلة القرآنية نعود مع حضراتكم مرة ثانية الى مائدة القرآن. زاد لا ينفذ ومدد لا ينقطع، وذاك النجم القرآني سليل بيت القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الله مصطفى الفقي، فليتفضل مشكورا بالتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه
ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا ما تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه التلاوة القرآنية لذاك النجم القرآني سليل بيت القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الله مصطفى الفقي القارئ والمقيم بأبو سند بمدينة ديار بنجم في ليلة تكريم الأخت الكريمة باسم العائلات الكريمة حاج محمود أبو الغيط وباسم إخوته الكرام وباسم آل حجازي أتقدم إلى حضراتكم وإلى كل من جاء من قيادات مدينة ديار بنجم مشاركين العائلات الكريمة بخالص العزاء. أشكر أيضا صاحب الواجب الحاج مبروك. أشكر أيضا باسم قيادات منشد قاسم الكرام باسم عموم عائلات منشد قاسم أتقدم إلى حضراتكم وإلى كل من جاء مشارك العائلة الكريمة. أشكر أيضا باسم الحاج محمود أبو الغيط أسرة التربية والتعليم بإدارة ديار بنجم الذين جاءوا جميعا على قدم الوثاق مقدمين واجب عزاء إلى عموم العائلة الكريمة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الأخت الكريمة بواسع رحمته يا رب العالمين. أشكر أيضا كل من يشاركنا في هذا اللقاء الهندسة الصوتية وأحدث التقنية الحاج عيد فياض البقري الحاج رمضان البقري والمقيم ببهنية. أشكر كسور ضيافة متنقلة إضافة إلى لؤلؤة الإنارة أستاذ محمد الغزاوي والمقيم بديار بنجم بجوار مدرسة الزراعة. أشكر أيضا خدمات فندقية دائما تسعدنا في أي مكان وفي أي مجال إدارة المتر رضا يوسف متولي والمقيم بمنشد قاسم. أيها الجمع الكريم أقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودائما أقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح واعلم أن الدنيا لا تدوم لأحد ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان أولى بها الحبيب المصطفى الذي قال له ربي إنك ميت وإنهم ميتون ونحن نودع هذا اليوم من أيام الله. فاللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. إلا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية عقب صلاة العشاء. نترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.